ما هنفرح اكتر من 3 ايام وبنسك على نفسنا وبندور على البطوله اللي بعديها. يجي بعديها بثواني الاهلي يعمل احتفاليه لمده اسبوع. فاكر في الصعيد زمان كان يقول لك الفرح لمده 3 ايام، يعني فاهم، يعمل فرح. يعني النهارده بتحتفل وبقيت تعملها ذكرى. يعني مثلا واحد بيجي فيه ذكرى جوازه، ذكرى عيد ميلاده، ذكرى مثلا عيد ميلاد مراته، عيد ميلاد ابنه. لا، ده من ضمن الذكريات المهمه في تاريخ النادي الاهلي هو الفوز على الزمالك، ومن ضمن الذكريات المهمه في تاريخ نادي الزمالك هو الفوز على النادي الاهلي. واعتقد النادي الاهلي زي ما قلت لكم الاهلي النهارده بيعمل احتفاليه في وجود طبعا الاعلامي الكبير كابتن احمد شوبير. النهارده بعد كده الزمالك هيعمل احتفاليه بعد مرور سنه للفوز في السوبر الافريقي، وبعد كده هتلاقي كل واحد بيحاول يقلل من بطوله التاني. قولا واحدا الاهلي